يا مساء الجمال. فيلمنا بيبدأ مع بنت جميلة اسمها نوا، وهي في المطار وبتكون رايحة إيبيزا، وهي ماشية كده عينها وقعت على مجلة، وبيكون اللي على الغلاف واحد اسمه نيك. المهم بنشوفها ركبت الطيارة وهي قاعدة كده في أمان الله، هوب الكوباية طارت من إيدها والقهوة سخنة نزلت على واحد قاعد جنبها، فبصت له باعتذار وطلع واحد زي القمر اسمه سايمون، فقعدوا يتكلموا مع بعض لحد ما وصلوا. وفي اللحظة دي سايمون عرض عليها يوصلها معاه، بس هي اعتذرت عشان السواق بتاعها جاي ياخدها، بس قبل ما يمشي بصلها وقال لها أنا عايز وعد، لو اتقابلنا تاني هتكوني مديونة ليا بقهوة. وهي طبعا ضحكت وقالت له أكيد. ويدوب سايمون مشي ولقت صاحبتها جينا وصلت عشان تاخدها، وهم في الطريق قعدت تحكي لها عن خطوبة وفرح ودوشة. فرحوا على مكان الفرح والمكان كان شكله فيه لخبطة. المهم نوا حضرت نفسها وبنشوفها وهي نازلة على السلم، وفجأة مين اللي وصل يا معلم؟ نيك. فنوا أول ما شافته راحت مستخبية زي العيال الصغيرة، بس شوية كده وشجعت نفسها وطلعت للفرح. وجينا جت عشان تعرفها على واحد قريبها، ونوا سلمت عليه وهي بتدردش معاه شافت نيك تاني، بس كملت كلام عادي. وبنشوف إن قريبها ده طلع يعرف نيك وكمان شركة في البيزنس. يا سلام على الدنيا. وبعد كده بنشوف نوا بتروح لواحد اسمه لاين وقالت له إن جينا بتدور عليه، وبعدها بكام دقيقة نيك ونوا اتقابلوا وش الوش، بس هو عمل نفسه من بينها وعدى ولا كأنه شايفها. وبنشوف إن الفرح هيكملوه في مكان تاني، بس الصدمة قالوا لها إنها هتركب مع نيك، وطبعا بيحصل اللي ما كانش على بالها، وبتكون نوا متوترة ونيك عمال يبصلها من فوق لتحت. ووصلوا أخيراً على المكان اللي المفروض هيكملوا فيه باقي الحفلة. وعلى العشاء نوا حاولت بتفتح كلام، بس نيك كان سرحان ومش مديها وش، فالتوتر زاد ما بينهم. وتاني يوم بيكون فرح جينا ولاين وكله ماشي تمام، وبنشوف لاين ونيك كانوا بيتكلموا، وسألوا نيك مين اللي كانت نوا بتتمشي معاه، ونيك عمل لسه مش فارق معاه. وبعد شوية كده جه فقرة الرقص، وجينا ولاين دبسوها ترقص مع نيك، والنار اللي بينهم ما استحملتش أكتر من كده، والقصة اتقلبت رومانسية في ثواني. وتاني يوم الصبح نيك قام وكان بيجهز عشان يمشي، ونواها قالت له إنها شافت وقرت اللي كنت كاتبه في المقبرة، سأكون دائما نورك في الظلام. وهو قال لها المطر أكيد مسحه، بس هي بصت له وقالت أنا شفت النور النهاردة وهو أنت. بس هو منسيش إنه شافها مع راجل تاني قبل كده. وبعد كام يوم نوا بتروح الجامعة عشان تاخد شهادتها وتبدأ حياتها الجديدة، بس للأسف وقعت وتعورت وراحت المستشفى. وهي في المستشفى بيكون في واحد اسمه مايكل بيتكلم مع مديره، ومايكل ده كان عنده مشكلة إنه كان على علاقة بطالبة في الجامعة، ومديره زعلان إنه ما كتبش ده في ملفه وهيعملوا تحقيق. وفي نفس الوقت بنشوف نيك بيكون في اجتماع مجلس إدارة، وعرفنا إن أبوه سلمه الشركة من سنتين. ونوا بتكون في مكان زحمة وفجأة واحد بيخبط عليها وافتكرته واحد بيعاكس، ومعرفتش إن ده سايمون بتاع الطيارة. وبعد كده بتروح تقدم على شغل، ويا حظها مين اللي بيعمل المقابلة؟ سايمون. وبنرجع لنيك اللي حاله ما يصرش عدو ولا حبيب ومش عارف ينام، وصاحبته الجديدة صوفيا بتسأله إن كان شاف نوا في الفرح، فقال لها أيوة، بس كذب وقال إنهم ما تكلموش كتير. وفي الوقت ده نوا بتبدأ شغل مع سايمون وكل حاجة ماشية زي الفل. أما نيك فكان عمال يراقب إنستجرام نوا، وكمان شركته كانت بتخسر وناس كتير مش مبسوطة منهم. وفي يوم نوا وسايمون خرجوا مع بعض والأمور اتطورت، وفي الشغل كانوا بيلعبوا لعبة ونوا كسبت. وفجأة نيك ظهر وهو واقف وراهم وبيقول لهم إنه اشترى حصة في الشركة دي، ونوا اتعصبت طبعا. وبنشوف نيك بقى بيغير كل ما يشوف نوا وسايمون سوا. ونوا وهي قاعدة مع جينا شافت خبر عن نيك وصاحبته صوفيا وإنهم بيخططوا للجواز، وفي نفس اللحظة شافت مايكل قريب فراحت تكلمه، بس هو ما كانش في المود ومش عايز يتكلم. ونوا بتروح تساعد مامتها، وأمها حاولت تعتذر لها عن حاجة حصلت في الماضي، بس نوا ما سمحتهاش. وبعدها بشوية نيك وصل عشان يتكلم في الشغل وبيتغدوا مع العيلة وخلصوا. وبعد كده بنشوف نوا وهي في شقة سايمون، وبنشوف سايمون بيحاول يقرب منها، ونوا بتحاول تتكلم معاه عن موضوعها هي ونيك، وبس سايمون قال لها مش فارق معاه. وتاني يوم نوا ونيك في الأسانسير سوا، ونيك قال لها إنه ركب كاميرات في كل حتة في الشركة. وبنشوف نوا وسايمون بيتخانقوا، ونيك فرحان بس ما يعرفش إنها كانت بتجهز استقالتها. ولما نيك قرب من فكرته بالكاميرات وقالت له إنه يتقبل إنها مع سايمون زي ما هي تقبلت إنه مع صافية. وفي نفس اليوم نوا وصلت مع أخت نيك الصغيرة ماجي عشان تشوف مامتهم،
ونيك وصل وأمه قالت له إنها عايزة تتكلم معاه عشان موضوع ماجي، وأمه قالت له إنها هتدي حضانة ماجي لأبو نيك ويليام. فنيك اتجنن وافتكر إنها عايزة تتخلى عن ماجي زي ما اتخلت عنه، بس مامته قالت له إنها بتعمل كده عشان هي عيانة جدا وعندها لوكيميا وبقالها 4 سنين بتعاني. وبالليل نوا ونيك نيموا ماجي، وهم خارجين نيك مسك نوا وقال لها مش عايزة انام لوحدي الليلة دي، وطبعا رجعوا لبعض تاني. وتاني يوم الصبح نيك قام ملقاش نوا، ونوا بتكون سايقة وبتعيط، وفجأة وقفت العربية وشافت دم، فراحت على المستشفى، والصدمة انهم قالوا لها انت حامل في الاسبوع ال16، والدكتورة شرحت لها ان اللي شافته ده كان ورم دموي في الرحم، واللي بيكون واقف وسامع كل ده مايكل، وبيجري على ملف نوى وبيشوفه. ونوى بتحكي لجينا، وجينا فرحت قوي وقالت لها لازم تقول لأبو البيبي، وجينا راحت لجوزها وقالت له ومن الواضح ان الولد ده بتاع نيك. وفي اللحظة دي مايكل راح قابل صوفيا وبيقول لها على شغل نيك مع نوا، ووراها تحليل الحمل بتاع نوا. وبعد كام يوم نيك وسايمون عملوا حفلة سوا، وصوفيا ونوا اتكلموا عن الحمل، وواضح ان نوا كانت عايزة مساعدة صوفيا عشان تنزل البيبي من غير ما نيك يعرف. وفي الحفلة نيك كان بيراقب نوا وهي بتضحك مع سايمون، وقرب منها عشان يكلمها عن رجوعها للشغل. وبعد كده وهي ماشية نيك شدها وصوفيا شافته، ونوا بتكون تعبانة ونيك بيعرض عليها يوصلها. ووصلوا البيت ونيك ساعدها تروح على السرير، وبيحاولوا يتكلموا في علاقاتهم المتلخبطة، بس نوا قالت له انها مش عايزة تكمل معاه عشان حاسة ان نيك مع واحدة بيحبها. فنيك ودعها ومشي، وبعدها بكام دقيقة نوا اتنقلت للمستشفى، والمشهد اتقلب على جنازة. بس مين اللي مات؟ المفاجأة نيك، وده بسبب مرضها اللعين. وبنشوف ماجي بتكون حالتها صعبة ومش عايزة تقعد مع أبوها، بس نوا اتكلمت معاها وهدتها. وبعد كده نوا بتروح لسايمون عشان تتكلم معاه، وبعدها بنشوف سايمون بيتخانق في التليفون مع نيك، وده إنه عارف إن السبب في شراء نيك لحصة في شركة سايمون كان عشان يصلح غلطة عملها هو. وفي نفس الوقت بنشوف إن تقرير قضية مايكل وعلاقته بالطالبة طلع، والمدير بتاعه بيقوله يستقيل أحسن ما يترفد. وبعدها بيروح يشوف مريضة، ودي مين بقى؟ برير، الشخصية الغريبة اللي ظهرت في الأول. وبنشوف نوا بتجهز عشان تمشي، ونيك وصل وبيقول لها إنه عايز يبدأ معاها من الصفر، هما الاتنين بس. وهنا نوا بتكشف السر وبتقوله إنها حامل، والصدمة خلت نيك مصدوم، بس وعدها إنه هياخد باله منهم وبيتأسف. بس نوا سابت نيك ومشيت، ونيك جري وراها بالعربية وهي سايقة، قالت له إنها حامل في حوالي 6 شهور. فنيك فرح أكتر، وبدأوا في سباق عربيات جنوني، ووصلوا مكان ما والأمور كانت بتهدى. بس فجأة واحد طلع وضرب نيك بالرصاص وهرب، ونوا بتعيط، ونيك راح المستشفى والحمد لله فاق من الغيبوبة بعد وقت طويل. وبنكتشف إن نوا ولدت خلاص، وهم بيتكلموا نيك اداها هدية عقد وعجبها قوي، ونوا راحت تشرب، ونيك بص حواليه، يا لهوي البيبي مش موجود، مين اللي شايله؟ برير وبإيدها سكينة. ونوا حست إن في حاجة غلط فرجعت بهدوء. نيك داس على زرار النجدة بسرعة، ونوا بتطلع تجري فوق، ومايكل ظهر عشان يهاجمها بس هي قدرت تتغلب عليه. ووصلت فوق لقت برير معاها البيبي، ومايكل ظهر تاني ومسك نوا، وبرير هربت من المبنى، بس بتلاقي في وشها كلب نيك، ونيك ساعد نوا تهرب وجريت على البيبي. وبنشوف نوا دخلت الكلب جوه وواجهت برير، ومايكل كان خلاص هيخلص على نيك، بس الكلب وصل في آخر لحظة وهاجم على مايكل وخلص عليه، وده ادى فرصة لنوا تاخد ابنها من برير، والبوليس وصل وقبض على برير. وفي الآخر يا معلم المشهد اتقلب، ونوا ونيك أخيراً بيتجوزوا، ونوا جابت لنيك عربية أحلامه هدية وراحوا يتفسحوا بيها. وكده بيخلص الفيلم، وفي النهاية ما تنساش بقى تدعمنا بلايك وتشترك في القناة عشان تشوف الملخصات الجاية واللي أكيد هتعجبك. ونشوفكم المرة الجاية. باي باي.